معانا النهاردة ايفون 11 برو ماكس. الجهاز وقع مع العميل، فصل باور. فانا بفتح الجهاز عشان خاطر اشوف ايه مشكلته. هي دي بقى اضرار ومشاكل وعيوب تقفيل الووتر بروف. اللي انت تيجي تفتح الجهاز تلاقي الشاشة ملزوقة بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده اهو. تمام. آه تلاقي الشاشة فصلت عن فريم الشاشة نفسه. يعني بص الشاشة، شايف الفرق؟ شايف الفرق اللي بين الشاشة وبين الفريم بتاع الشاشة نفسه؟ ده نتيجة اللزق بمادة الووتر بروف. المادة قافشة جامد قوي في الفريم، فمخلية الفريم في الهاوسنج، والشاشة هي اللي هتترفع لوحدها. يعني أي ضغطة زيادة أو أي طريقة رفع غلط الشاشة دي كده بالسلامة. عشان كده دايما بنقول لكم لما ايفونك تعمل فيه اي صيانه ما تقفلوش بماده الووتر بروف، قفله بفريم الووتر بروف. عشان لو انت يعني عاوز تراب ما يخشش، اي رواسب ميه ما تخشش، قفل بفريم الووتر بروف. مش لازم تمسك ماده ووتر بروف، طبعا مش دي ووتر بروف، يعني مش لازم تمسك الماده وتضغط كده بالماده عشان بس اسمك لما تيجي تنفخ فيه ما يبقاش فيه هوا. اي عطله هيجي يحصل وارد الشاشه دي لو محدش واخد باله تطير. شاشة ب6000 6000 ونص النهاردة، أصل خالها مش مغير باغ. طب ليه متقفلش جهازك بمادة ووتر بروف عشان لما تيجي أي مشكلة تحصل فيه يبقى سهل فتحه وما يحصلش فيه أي أضرار خالص؟